كاين 5 د المصطلحات مهمين اللي كيفرقوا بين الناس اللي خدامين بالاي اي والناس اللي فاهمينه. اغلب الناس ما عارفينش رقم واحد، والثانيه هي الكونتكست ويندو، وهذا بحال الذاكره ديال الاي اي، يعني شحال ديال المعلومات اللي يقدر يعقل عليه الاي اي، سواء كانت تكست، فايل او اداه داخل نفس المحادثه. وإلا وصلتي للحد ديال هاد الذاكره الاجوبه كيوليو اسوأ. ومن بعد كيجيو التوكنز. الاي اي ما كيقراش النص اللي كنعطيوه ككلمات، الاي اي كيقرا النص بواحد الوحدات كنسميوهم توكنز. وهذا الشيء ما كيعنيش بالضروره ان كل كلمه كتساوي توكن، ممكن تكون توكن واحد ولا شحال من توكن. الخلاص كيتحسب بهم وهما اللي كيعمروا الكونتكست ويندو او الذاكره ديال الاي اي. موراهم كيجي الهلوسينيشن او الهلوسه، واللي بزاف ديال الناس كيشرحوها بان الاي اي كيكذب، وهذا الشيء ما صحيحش 100%. الاي اي كيحاول ديما يعطيك الجواب اللي كيبان معقول، والهلوسه كطرا ملي المعقول والواقعي ما كيتلاقاوش. بحال الا سولناه شكون ربح كاس العالم 2030، يمكن يختار الجواب ويقول لنا اسبانيا، واخا ان الحدث ما وقعش، اي ماشي واقعي، ولكن كيبقى معقول وممكن يطرا. تالي هو الراج Retrieval Augmented Generation، وهي طريقه كتخلي الاي اي يجاوب معلومات ما تدربش عليها، ولكن كيقلب عليها من قبل ما يجاوب. بحال الا عطيتيه PDF فيه قصه كاتبها انت وسولتيه على اسم البطل، الاي اي كيقلب على المعلومه في القصه اللي عطيتيه وكيجيب المعلومه، ومن بعد كيولد الجواب. واخر حاجه هي السيستم برومبت، واللي هي تعليمات خفيه كتعطى الاي اي قبل ما تبدا اي محادثه، بحال كيفاش يهضر، شنو يقدر يدير، وشنو اللي ممنوع عليه. كان معكم مستر تشيب، نشوفكم في الفيديو الجاي.